السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 كتير. يا رب تكونوا بخير باذن الله. النهارده هنعمل مع بعض صينيه دبابيس كده زي ما انتم شايفين، حلوه باذن الله تعجبكم. سهله وبسيطه وخفيفه في نفس الوقت وسريعه، مش هتاخد معاكي وقت باذن الله. ومعايا دلوقتي الدبابيس بتاعتي انا مفتحاها طبعا، كلها هي زي ما انتم شايفين ومغسوله كويس وعامله لها محلول النقع بتاعها، طبعا عشان التتبيله تدخل في يعني اللحم من جوه. ومعايا طبعا التتبيله بتاعتنا بصلايه، قرنين فلفل، طماطميتين. دي على قد الكميه اللي انا هعملها، لو انت طبعا عامله كميه اكبر فانت هتكتري كميه الحاجات دي. والتوابل بتاعتي بقى معايا كمون وفلفل اسمر وملح وكزبره ناشفه وبابريكا وشويه بهارات، ممكن تحطوا قرفه وجنزبيل لو انتوا حابين. ومعايا معلقه صلصه، ومعايا فصين توم، طبعا دول توم مفروم، لو عندك توم صحيح مفيش اي مشكله، توم اي توم عندك. ومعايا دبس رمان. تمام، هي دي الخلطه اللي هنعملها. احنا نجيب معانا الخلاط دلوقتي وهنضرب كل الكلام ده في الخلاط بتاعنا. جبت خلاص الخلاط بتاعي اهو، هنزل بالطماطم والفلفل والبصل اهو، اي تقطيع بقى انت حباها عشان تتفرم معاكي على طول. عايزه تحطيها في الكب براحتك مفيش مشكله. والتوابل ملح وفلفل وكزبره ناشفه وكمون وبهارات وتوم، فصين توم وبابريكا، وعندك قرفه وجنزبيل تحطي، بس انا مش هحط عشان مش عندي. ومعايا نص معلقه دبس رمان. انت لو حابه الحاجه مسكره، الاكل يكون مسكر معاكي، ممكن تحطي معلقتين، تحطي 3 براحتك اللي انت عايزاه. وهنزل بمعلقه الصلصه اهي، الصلصه بتاعتي. واخر بقى حاجه احطها، هنزل بمعايا مش معلقتين زيت كده اهو. انتي ممكن تحطي زيت زيتون، بسم الله لو عندك. انا هحط زيت عادي واضرب دلوقتي كل ده في الخلاط. خلاص ضربنا الخلطه كلها هي في الخلاط اهي. طبعا هي هتبقى رخمه معاكم جدا في الخلاط، حاولوا تزودوا زيت شويه عشان تضرب معاكم واحده واحده عليها، هتضرب معاكم باذن الله اهو. وطبعا حطيت نص معلقه تاني دبس رمان، يعني انا كده حطيت معلقه دبس رمان. انا مش عايزاها مسكره، انا بحبها معقوله، مش السكر يكون باين فيها. تمام، هجيب الدبيس بتاعتي اهي وهنزل بنص الخلطه، مش هنزل بيها كلها. انت ممكن الخلطه دي لو بقى منكم وعملتوا كميه كبيره ممكن تشيلوها في الفريزر. بسم الله. ونحاول بقى كده ندعكها كلها كده، تتبلها ريحتها جميله جدا وطعمها حلو، ان شاء الله تعجبكم. حاولوا تدخلوا كده الخلطه من جوه اللحم بتاع الدبابيس الفراخ يعني اهي، وما تشيلوش الجلد، لان الجلد لو اتشال اللحم نفسه هينشف، عشان يبقى اللحم نفسه يبقى معاكي طري كده وجوسي يبقى حلو. سهله وبسيطه ومخدتش وقت معانا اهو. هسيبها كده شويه، طبعا انا عاملها النهارده ممكن تسيبيها من بالليل، فانا هسيبها ساعتين وبعدين كده هنكمل هنشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي بقى الدبابيس معايا اتبلت اهي زي ما انتم شايفين. جبت معايا الصينيه واحط حاجه بقى في الارضيه بقى الخضار بتاعي. معايا بصلايه، فلفل حامي، رومي ده رومي، طماطميتين كده احطهم في الارضيه. عايز تحطي بطاطسايه جزر ماشي مفيش مشكله كده اهو. وهنزل بالفلفل اهو، الفلفل والطماطم تفردوهم كده زي ما قلت لكم. عايزين تحطوا بطاطس، عايزين تحطوا جزر، عايزين تحطوا اي خضار انتوا حابينه انزلوا بيه. هنزل بقى كده بصوا الدبابيس بتاعتي كده اهو، نرصها رصه حلوه. طبعا التتبيله كويسه من بالليل هتبقى احسن واحلى كده اهو. اهي زي ما انتوا شايفين انا رصيتها، ترصوها اي رصه انتوا حابينها. بقيه التتبيله بتاعتي هنزل بيها كده، يبقى انا كده مش هحتاج بقيه التتبيله التاني، لان انا خلاص انا اكتفيت باللي عندي. نص التتبيله التاني انا كده هشيله في الفريزر وهستخدمه مره تانية، هسهل عليا مش هحتاج ان انا اتبل بيها تاني. نظبطها كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده خلصت الصينيه وهقفلها بالفويل. لو عايزه تحطي ورقه زبده عليها حطي، بس انا هحط فويل عليها
طبعا هي مش هحط لها اي حاجه، هي فيها كل السوائل، والخضار ده هينزل السوائل بتاعته، وهدخلها الفرن على درجه حراره 180. هتاخد لها ساعه مثلا، وانتي شقري عليها برضو، وهوريكم تاني هعمل ايه. اهو تمام، هسيبها كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا على الفرن على طول. عاوزه اقول حاجه اخيره، ان انا مولعه الفرن اصلا 10 دقايق كده مثلا يسخن معايا، وبعد كده هدخل فيها الصينيه. فانتوا لو حابين اعملوها، مش حابين براحتكم. بصوا ما شاء الله الصينيه عملت ازاي واستوت اهي معايا. انا شلت الفويل، وهو الفرن ما شاء الله اداها وش لوحدها طبعا، واستوت معايا زي ما انتوا شايفين كده اهو. حاجه بسيطه بس انا هعملها. بصوا انا هعمل حاجه بسيطه جدا هتخلي لونها حلو احلى واحلى جدا، يعني لونها الجميل ده. معايا شويه صويا صوص، ومعايا الصوص الموجود هنا، بس طبعا انا المفروض تعملها بالفرشه، بس الفرشه مش لاقيينها للاسف. هنزل كده عليها، واحاول ادور على الفرشه برده عشان اعملها بيها. المفروض برضو ايه من الصوص نعملها عليها، ندهن بيها. انا هعملها وادور على الفرشه وكده، انا قلت اوريها لكم وندهنها وتبقى شكلها حلو. خلاص كده تبقى الصينيه خلصت ايه، واوريها لكم كده إيه لما اظبطها بس. اهو الدبابيس معايا اهي. الحركه اللي انا عملتها دي بتدي لمعه كده للدبابيس، وتخلي شكلها حلو. او الفراخ عامه هيبتدي بقى ايه نرصها كده في الطبق بتاعنا. ريحتها تحفه وطعمها تحفه، بجد مش هتندموا لما تيجوا تعملوها. بسم الله. عيني معايا رايحه فين اهو. ناخد بقى من الصوص ده، ممكن بقى يتاكل على الرز، يتاكل كده بعيش، يبقى تحفه. بصوا نحطه كده على جنب كده اهو، او في النص. روعه روعه اهو كده. خلاص صينيه الدبابيس بتاعتنا خلصت. بصوا زي ما انتم شايفين شكلها تحفه جدا اهو. ان شاء الله تعجبكم الطريقه. ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد مننا من مطبخ ميرو وميمي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.